السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم سعيد علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد أجمعين. طبعا احنا لنا فترة ما فيش لا بس لايف ولا أي فيديو، فإن شاء الله قلنا نهدى الصبح كده نستعرض شغلنا على السريع، الشغل اللي وصلنا من شركة ليفل، سواء عدسات LNB أو أجهزة ريسيفر. فهنبدأ كده بسرعة. طبعا معانا أول جهاز اللي هو ليفل G11. ده يعتبر أحدث ريسيفر حاليا أو أعلى فئة ريسيفر نازل من شركة ليفل، هو ليفل G11. طبعا ده ريسيفر عبارة عن فلاشة 16، تمام، عليه رام 2، يعني جهاز كإمكانيات هاردوير عالي جدا جدا. طبعا ده كيس بياجي مع مع أي جهاز تبع شركة ليفل، تمام. ادي عندنا الريسيفر على السريع. شكل الريسيفر حاجة ممتازة جدا جدا، حجم كبير، بوردة كبيرة. جهاز طبعا ده مدخل الادابتور الكهرباء، ده مدخل اللان النت، يعني لو انت هتشغل على سلك نت هيبقى الجهاز شغال معاك كويس جدا جدا. تاني حاجة ده كده ادي مدخل الاتش دي ومدخل الUSB، وده مدخل التيونر بتاع سلك الدش. ده ريسيفر يعتبر بورد عالي جدا جدا، اعلى فئه فور ايفر ان شاء الله نازله عليه. زي ما انتم عارفين الفور ايفر ده عباره عن درجات، تمام. فالجهاز ان شاء الله متوفر عندنا وبكميات ومتاح الشحن لاي مكان. هنستعرض بسرعه السيرفرات الموجوده على الجهاز. الجهاز عليه 3 سنين نوفا الاصلي، عليه سنه اكس، سنه بالانس، سنة دراجون، سنة موفن. ده بالنسبة لسيرفرات IP اللي هي موجودة على الجهاز. السيرفرات الشير الموجودة على الجهاز عندنا ان شاء الله موجود عليه فور ايفر لمدة 15 شهر، وكله عارف ايه معنى سيرفر فور ايفر، اللي هو متوفر على الجهاز وفاتح ايه وفاتح قنوات ايه. تاني حاجة عندنا ان الجهاز عليه جو سات اللي هو بينزل على الاجهزة الصن بلس، موجود هنا معانا على GX، تمام. يعني معادلة، يعني حققنا معادلة صعبة على الجهاز ده، بحيث ان احنا وفرنا عليه سيرفر احتياط يكون ممتاز جدا جدا، اللي هو سيرفر الجو سات فاتح عليه لمدة 2 سنين، زائد الفور ايفر 15 شهر. اما الصوتيات عندنا صوتيات الفور ايفر 15 شهر، زائد عندنا صوتيات الجوسات مدى الحياة مفتوحة اوبن، وصوتيات نوفا برضه اوبن مفتوحة على الجهاز. ده بالنسبة للسيرفرات الجهاز. هنشوف بسرعة الاكسسوارات اللي هي جاية معاه. ريموت بلوتوث من الحجم الكبير، من اعلى فئة، حاجة عالية جدا جدا، بيمكن التحكم عن بعد من مسافات طويلة جدا. ريموت تاني احتياطي معاه، زائد كابلات الادابتور وكابلات الHD، كل حاجة مع الجهاز. ده بالنسبة لجهاز الفور ايفر G11. دينا جهاز تاني اللي هو جهاز الليفل G10. ده الناس اللي كانت بتاخد مننا ليفل G9 طبعا خلص من السوق، حاليا ما فيش منه، فالناس كلها طبعا كانت بتروح تطالب بيه تاني. فالشركة نزلت ليفل G11 بنفس المواصفات، مع اختلاف شكل البوكس، يعني اختلاف شكل العلبة بتاعته. دي الأجهزة يعني أجهزة فئة عالية. يعني الواحد يقول أنا جبت جهاز هيروح يقعد معايا، هياخد مني أداء وهياخد مني شغل، لأن معروف إن الGX كصورة أقوى وكسرعة على يعني سرعة أداء بيبقى هو أسرع يعني. ده بالنسبة للريسيفر اللي هو الليفل G10، أو بالمسمى القديم اللي هو G9، بس نازل مع اختلاف الشكل، لكن نفس كل حاجة نازلة عليه. ده عليه جميع السيرفرات اللي احنا قلناها على ريسيفر G11 موجودة على G10، بس فرق فيه حاجتين اتنين، ان ده فلاش 16 على رام واحد، والتاني فلاش 16 على رام 2. هنا مفيش كابل لان، في واي فاي داخلي، يعني يعتبر الجهاز هو مع اختلاف الرام، تمام. زائد عليه 2 سنين نوفا
والتاني عليه 3 سنين. يعني ده عليه سنتين نوفا، وعليه اكس، وعليه بالانس، وعليه دراجون، وعليه كل حاجه، وسنتين جوسات، و15 شهر فور ايفر. يعني برضو جهاز عالي جدا جدا. تمام. زائد الريموت الموجود عليه، ريموت البلوتوث الجي اكس اللي هو برضو معروف شهير جدا جدا، بيبقى على اغلب الاجهزه الراقيه برضو معاه. زائد واحد تاني احتياطي معاه اللي هو العادي ده، يبقى في واحد بلوتوث وفي واحد عادي. ده كده بالنسبه للجي 10. عندنا بعد كده يعني الحمد لله، معلش في واحد بيخبط حتى احنا بنعمل البث، يعني حتى ما فيش صبر، فهنتكلم كده بسرعه. عندنا قطع جات ليفل 4 مخرج و2 مخرج و1 مخرج، يعني اشاره عاليه، حاجه عاليه جدا كقوه اشاره، وكخامه حاجه معانا تقعد، يعني حاجه تعيش، مش دكمه من بتركب العاديه مسافه ما بتتاثر بالشمس تلقاها دابت معك، لا حاجه ممتازه وخامه حلوه، متوفر منها 1 و2 و4، ولو حد طلب منها 8 مخرج ان شاء الله ايه نجيبه، يعني هنروح نوفره. لو حد طلب 8 مخرج منها هنوفره. عندنا قطعه نازله جديده بالنسبه للناس اللي بتركب الاطباق المتحركه الكبيره، دي قطعه اسمها ليفل نانو بلاك، دي معموله بتصميمات اوروبيه وشغل اوروبي، يعني حاجه عاليه جدا. دي طبعا هتبقى غاليه شويه بسعرها، احنا طبعا نسينا ما نقول اسعار شغلنا. الليفل جي 11 عامل 2250، الليفل جي 10 عامل 1450 ان شاء الله. الدكمه الواحد مخرج ب 175، الدكمه 2 مخرج ب 275، الدكمه 4 مخرج ب 375 جنيه. دي بالنسبه للدكمه. بالنسبه للدكمه النانو اللي هي بتركب على الاطباق الكبيره، بتجيب الاشارات البعيده، الاشارات الضعيفه اللي هي طبعا بتبقى صعب الاستقبال بتاعها. فدي عندنا الدكمه دي متوفره، حتى العلبه بتاعتها شيك جدا جدا، وعلى فكره عليها ضمان سنه، الشغل ده كله عليه ضمان سنه. تمام، يعني توكيله في باب اللوق، يعني اي مشكله معاك بيبقى معاك الضمان، بتوصل باب اللوق بتقول له انا المنتج ده ليه معايا سنه وحصل فيه عطل، او قبل ما يكمل السنه وحصل فيه عطل، يعني فاما هو بيصلحوا لك انت واقف، او لو لقى ان في مشكله ثاني بيروح يدي لك جهاز غيره في نفس الوقت. دي بالنسبه للقطعه اللي هي قلنا عليها قطعه اسمها النانو بلاك، اعلى فئه او اعلى دكمه نازله حاليا عندنا في السوق المصري. تمام، دي تعتبر يعني زي الانفرتو الوارد اوروبا. دي ان شاء الله عامله 450 جنيه. ده بالنسبه للشغل شركه ليفل اللي هي الحمد لله يعني استحوذت على السوق المصري دلوقتي. انظف اجهزه دش او اي اجهزه رسيفر فيها، سواء دلوقتي نزل عندنا قطع ال ان بي، وفي شغل تاني نازل ليها ان شاء الله قريب، كل حاجه نازله. ده كده فيديو على السريع ان شاء الله. واللي عاوز استفسار او اي حاجه ارقامنا قاعده على الصفحه، يقدر يتواصل معنا عن الواتس. يا ريت واتس ماسنجر بلاش، لان ساعات ما بروحش افتح الماسنجر او بتاجي عليه رسائل تعدي فما باخدش بالي ليه. ده بالنسبه لشغل شركه ليفل اللي احنا استعرضناه على السريع، واي حاجه انا تحت امركم سواء سؤال او اي حاجه. وبالنسبه ان شاء الله الشحن متاح عندنا جميع انحاء الجمهوريه، يعني في اي مكان بتقدر حضرتك ترسلنا على الواتس انا عاوز المنتج ده. طبعا احنا بناخد الدفع مسبق، واللي ما عندوش ثقه فينا يا ريت بلاش يتصل بينا ولا يقول لنا الحاجه سعرها كام. هتقول لي بعت لي الحاجه وانا هحاسب عليها بعدين. للاسف ان احنا شركات الشحن ممكن ناخد اسبوع عشان نقدر نحصل فلوسنا، وانا عشان ابعت شغلي لشركه الشحن ببعته بمواصله. تمام، فعشان اروح اجيب فلوسي هروح ابعت مواصله ثانيه عشان تجيب لي الفلوس؟ لا، انت ما عندكش ثقه فينا. احنا الحمد لله على عينك يا تاجر، صفحتنا ومحلنا معروف واسمنا الحمد لله معروف في جميع انحاء مصر كلها. عاوز مننا طلب يا باشا على عيننا وراسنا، هتحول لنا فلوسه على فودافون كاش، وهيتبعت لك البوليصه بتاعت الشحن خلال ساعه او ساعتين بالكثير، وتقدر تتواصل بعد كده مع شركه الشحن، تعرف ان الاوردر بتاعك
وصل او هيروح يوصل امتى. بيبقى بعد كده اي مشكله بعد كده دعم فني او اي حاجه، احنا بنتواصل مع الناس سواء داخل مصر او خارج مصر. يعني حتى في ناس معانا على البث تمام خارج مصر، وبرضه لو وقعت في اي مشكله ما بنروحش نسيب حد، ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.